ملحوظ تحرزه القوات الحكومية السورية في عدة جهات في الفترة الأخيرة، وبالخصوص في المعارك التي تدور رحاها صوب معقل تنظيم داعش بالرقة بين الجيش العربي السوري وإرهابي التنظيم المتطرف. ضف إلى ذلك قضاءه على عشرات المسلحين في ريف حلب الجنوبي. التفاصيل مع كريم عليلوش. بخطى ثابتة يسير الجيش العربي السوري نحو استعادة السيطرة على مطار الطبقة العسكري، حيث يفصله عن هذا المطار الاستراتيجي نحو 7 كيلومترات فقط، ما يعني أن القوات السورية باتت على بعد أقل من 45 كيلومتر فقط عن الرقة، معقل تنظيم داعش الإرهابي وعاصمته في سوريا. أين تواصل فرقة صقور الصحراء خوضها للمعارك الطاحنة ضد العشرات من الإرهابيين الذين جعلوا من مطار الطبقة العسكري صمام الأمان الأول لمواجهة أي هجوم صوب مدينة الرقة. سنعد جميع الفرقاء في المنطقة والإخوان المتواجدين في سوريا. إن شاء الله غدا سيكون الدخول إلى مطار الطبقة تحت ضربات الطيران الروسي الصديق والطيران السوري، بالإضافة إلى مجموعة الاقتحام من قوات صقور الصحراء. معركة أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي تخوضها القوات الحكومية في مدينة الرقة، أين كبد الجيش العربي السوري خسائر فادحة للمجموعات المتطرفة في ريف حلب الجنوبي، حيث تمكن من القضاء على 167 مسلحا، بينهم 24 مسؤولا ميدانيا قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية. تم الكشف عن تسلل في حوالي الساعة 2 ليلا، تم التصدي له من أكثر من محور، قتل بالعشرات. طبعا هني من هاي الفصيل المسلح اللي اسمه داعش، أغلبية جنسيات غير عربية. إذا كان الجيش السوري يتجه حاليا نحو معقل تنظيم داعش لاستعادته إلى حضن الدولة السورية، فإن المعارك الأخيرة التي يعرفها ريف حلب الجنوبي ليست إلا مرحلة أولية لطرد مسلحي تنظيم جبهة النصرة من محافظة إدلب معقلهم في سوريا.